السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهاردة بقى عندنا روتين كله في المطبخ، عندنا فطار وعندنا غدا وعندنا عشاء ويعني الروتين اللي فات كلكم قلت لي فين الأكل، كان والله كنا عاملين رنجة يا جماعة. بس ايه يعني النهارده بقى كله اكل تمام. فبدأنا اليوم بتاعنا بفطار كده يعني جديد شوية وحلو ومغذي ومشبع ومفيد جدا 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 وفي كل القيمة الغذائية تمام. فعملت لهم زي فطاير كده او زي كريب كده فيه شويه خضار وجبن وحاجات حلوه. هنقول المكونات بتاعتنا بسرعه. معايا بيضه ومعايا كوبايه لبن ومعايا خضار مشكل اللي انت تحبيه بقى، طماطم، فلفل، ممكن زيتون، ممكن شبت، بقدونس، كزبره، بس انا ما كانش عندي غير شبت. والتوابل بتاعتي ملح، فلفل، كمون، كزبره، اي توابل عندك موجوده مش هتقول لا. وعندي شويه من الزيت، حوالي معلقتين زيت، وعندي جبن بقى مشكله زي ما انت عايزه، وعندي رشه من البيكنج باودر تمام. بحط البيضه بتاعتي مع اللبن مع الخضار بتاعي والزيت، يعني المواد السائله كلها مع بعضها، وممكن تزودي الكميه براحتك مفيش مشكله خالص. بعد كده حسب اعداد افراد الاسره عندك تمام. انا عملت الكميه دي كمت حوالي، كانت ممكن تعمل 3 فطاير كده حلوين او 4. انا عملت 3 بس كان فيهم واحده كبيره شويه، لكن كان ممكن تعملي انتي 4 منهم هيبقوا حلوين قوي قوي تمام. وكل واحد فطيره مشبعه جدا جدا ومغذيه وفيها فوائد كتير حلوه تمام. وهيبقى حاجه ايه جديده وتغيير، مع جبن، مع بطاطس محمره، مع خيار، طماطم، الحاجات دي كلها بتمشي. وتنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع كمان بين الوجبات كده، بتبقى حلوه جدا تمام. بس هحط المكونات دي كلها مع بعضها وهحط رشه الجبنه، ممكن تبقى جبنه نوع واحد لكن انا كان عندي الميكس ده فحطيت منه. بس هخلط المكونات دي كلها، والدقيق حوالي كوبايه ونص، يعني من كوبايه وربع لكوبايه ونص من الدقيق حسب ما العجينه تاخد معاكي. احنا عايزينها قوامها كده اخف زي الكريب كده بالظبط، اخف من الكيكه بشويه تمام. هظبط بقى الدقيق بتاعي كله على المكونات، وهعمل هكمل العجن بتاعها. هي ما تاخدش عجن كتير، هي يا دوبك خلط كده بس المكونات تدخل في بعضها. طريقه التسويه بتاعتي بقى على الطاسه تكون يستحسن ان هي تكون ما بتلزقش، او لو بتلزق عندك تدهنيها بزيت كويس وتسيبيها تسخن بس شويه زي ما بنعمل الكريب بالظبط، وتفرديها في الطاسه وتغطيها بس عشان تاخد سواها مظبوط تمام زي ما هتشوفوا دلوقتي. نيجي بقى لموضوع الفيديو اللي فات اللي هو التنظيف العميق للمطبخ والالومنيوم، ورق الالومنيوم اللي انا كنت عاملاه على عيون البوتاجاز زي ما انتم شايفين دلوقتي بالظبط. انا عملت كتير جدا، بعتولي فيديوهات وبعتولي صور وبعتولي حاجات ان ده خطر وده يعني ممكن يبقى يسد الغاز او يعمل لا قدر الله انفجار او الحاجات دي كلها. بس الفيديوهات اللي انا شفتها كلها، انا دورت في الموضوع، الفيديوهات اللي انا شفتها كلها دي الناس بقى اللي هي مغطيه اسمه ايه البوتاجاز كله، الوش بتاع البوتاجاز كله مع عيون البوتاجاز مع الحوامل كمان بتاعه البوتاجاز. فالحاجات دي بتعمل فتفته كتير وحاجات كتير، لكن انا هو بس الغطا بتاع البوتاجاز بس، العين، يعني ماليش دعوه بالفتحات بتاعه الغاز اساسا، فاهمين؟ فعشان كده يعني الحمد لله، يعني ايه انا بقول ان هي مش بس اللي خايف منها طبعا ما يعملهاش خالص يعني تمام. انا عملتها وجربتها شهر، كانت معايا ممتازه جدا. والتنظيف على طول المستمر طبعا، وتاخدي بالك من الفتحات بتاعه الغاز وتنظفيها، وان شاء الله ربنا يسترها علينا جميعا يا رب العالمين. بس حبيت ارد بس على التعليقات اللي جات لي كتير على الموضوع ده. بعد كده عندي بقى بسوي الفطاير دي زي ما انتم شايفين، وقلنا في طريقتنا في التنظيف طبعا بنسهل على نفسنا بقدر الامكان. شويه تكات بقى كده حلوه نقولها واحنا بننظف المطبخ بتاعنا وانا بعمل في الاكل معاكم تمام. عندي اول حاجه ابدا رف او ضلفه ما ركرفسش الدنيا كلها على دماغي كده، واحس ان انا محتاسه ومش عارفه اعمل ايه، او جالي مشوار فجاه، او جالي مكالمه تليفون، يعني بيحصل بيجيلك ضيوف فجاه مش عارفه ايه، فتحسي ان انت الدنيا اتكركبت. لا، اعملي ضرفه، ولو حسيتي ان انت مش قادره تكملي خلاص سيبيها لبكره، يبقى الحاجات قاعده زي ما هي، لكن ما تكوميش الدنيا كلها فوق بعضها تمام. بنجيب من فوق لتحت دايما عشان التراب، وعشان لو في حاجه وقعت منك على تحت ما تبقيش انت نضفتي وترجعي تنضفي تاني
خلاص. بنسيب مطبخنا جاهز من قبلها بيوم، ما فيهوش مواعين، ما فيهوش لقد عزكم الله زباله محطوطه، ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي، عشان تشتغلي على طول ما تكسليش. كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا في التنظيف. نجهز ادواتنا اللي هننظف بيها، الفوط بتاعتنا، الليفه بتاعتنا، المنظفات بتاعتنا، سواء كلوركس الوان او سائل مواعين او خل، ايا كان الحاجات اللي احنا هنستعملها تبقى كلها جاهزه عشان ما تتعطليش على حاجه. تمام. كل الحاجات دي بنبقى ايه، تبقى مجهزين اكلنا وعارفين احنا هنعمل اكل ايه عشان برضو ما نتعطلش. كل الحاجات دي بتفرق، حاجات صغيره بس بتفرق جدا في التنظيف وبيسهل عليكي كتير جدا جدا. وطبعا لو بدات يومك بدري بيبقى احسن واحسن كمان. تمام. بعد ما خلصت الفطار نغسل بقى مواعين الفطار كده سريعا عشان ما نسيبش في الحوض حاجه، عشان ما تجيش ما تلاقي فجاه ان الحوض مش عارفه تتحركي فيه. تمام كده خلصت، وبوريكم بقى منظر المطبخ رايق وجميل وتمام ومية مية. ما سبتش بس غير الجبنه هي اللي انا سبتها بره، عشان كده كده هستعملها في الغدا. رحت بقى السوق وجبت شويه بقى حاجات كنت محتاجاها. انا بجيب الحاجات يعتبر للاسبوع كله بالمره، عشان ما بقاش في وقت ان احنا يعني ان احنا نروح، او ما بقاش في امكانيات ان احنا نروح كل شويه السوق ونرجع تاني، والميزانيه والدنيا، انت طول ما انت في السوق بتبقى عايزه تجيبي حاجات، صح ولا لا؟ فانا بروح اجيب حاجتي في الاسبوع مره، يعني بحاول ان هي تكفيني طول الاسبوع. جبت معاكم جبت طماطم، كان الكيلو ب8، جبت كيلو ربع ب10. جبت معايا البطاطس، كان الكيلو ب12.5، جبت دول 2 كيلو ب25. جبت معايا ربطه الملوخيه دي تقريبا كانت ب3 جنيه. جبت الفلفل كان ب12، جبت نص كيلو ب6. جبت البطاطا دي كانت ب7.5، جبت كيلو ونص ب11. الجوافه دي لقيتها بس ما عجبتنيش قوي الحقيقه. جبتها بس عشان العصير، فجبتها كانت ب10 جنيه، كيلو ونص ب15. تمام. بس كده دي الحاجات اللي انا هستعملها. وايه، جبت مكرونه وبانيه، بس لسه ايه يعني واحده واحده اخلص الحاجات دي بس الاول، وبعد كده نبدا. لو هتعملي، هتغسلي فراخ، هتغسلي لحمه، هتغسلي سمك، هتغسلي بانيه، هتغسلي اي حاجه من الحاجات دي، يستحسن تخلصي خضارك كله اللي عايز يتغسل الاول، وتظبطي الحوض بتاعك كله عشان ما يبقاش فيه زفاره ولا اي حاجه، وبعد كده تبداي تغسلي الحاجه التانيه عشان يبقى فيه يعني امان شويه. تمام. اغسل الجوافه بتاعتي وانضفها من الحاجات السوداء اللي بتبقى جواها دي. بس على كده. لكن الحته اللي من ناحيه دي ومن ناحيه دي ما بشيلهاش الا ساعه الاكل او ساعه العصير عشان ما تسودش. تمام. احنا عارفين ان الجوافه مفيده جدا وفيها فيتامينات وفيها نسبه حديد الى حد ما حلو. تمام. بس غسلت كل الخضار بتاعي، وفاضل عندي البطاطا بنقعها شويه كده في الميه. وعارفين ان انا البطاطا بالذات بعمل لها ليفه مخصوص عشان اغسلها بيها، بس لازم تبوش كده الاول. هعمل الملوخيه، ارطف الملوخيه وانضفها لحد ما البطاطا عندي تبوش. بجيب الصينيه اللي انا هسوي فيها بالمره واحطها فيها عشان ما اوسخش كذا حاجه. تمام. بغسل البطاطا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالليفه، بتنضفها كويس جدا جدا عشان بعد كده حتى لو اكلتيها بالقشره ما يبقاش فيها اي ضرر. تمام. بس كده يعني عندي البطاطا كده خلاص تعتبر جاهزه. النهارده هنعمل اكل ايه غدا؟ هنعمل مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ مش باللحمه. تمام. طبعا يعني قلت ايه، خلاها صينيه واحده كده ومعاها ملوخيه خضراء، وكان الله بالسر عليه. حلو قوي الغدا بتاع النهارده. بس كده هغسل الملوخيه بتاعتي. الملوخيه عارفين طبعا طريقتي في الغسيل بتاعها، دايما باكد عليها كتير جدا، عشان الملوخيه من الورقيات، والورقيات دي بتبقى شايله فيها حاجات كتير، تراب وغيره وغيره زي ما احنا فاهمين. فبحب اغسلها كتير. بتغسليها على ميه جاريه وبتنقعيها وتخليها تعوم كده على الوش وتشيليها، ما تصفيش وهي موجوده. تمام. عشان تسيب كل الرواسب اللي هي فيها في الميه من تحت. زي ما انتم شايفيني كده بغسلها مره واثنين وثلاثه لحد ما الميه بتاعتها تروق. شايفين الميه معكره ومليانه تراب، والرواسب شايفين التراب الطينه اللي نازله من تحت. فكل ده انا بتخلص منه بالطريقه دي، لكن مش بس بغسلها في المصفى زي ما هي، او في بغسلها في الطبق وبصفيها منها في الطبق. تمام. بس كده غسلت كل الخضار بتاعي عشان احفظه في التلاجة بقدر الامكان وقت طويل. وكان في خيار، ربع كيلو خيار، بس الخيار طبعا انتوا عارفينه ب16 جنيه اليومين دول. البتنجان كان ب8. فالله المستعان. فبنشف الخضار بتاعي كويس جدا، والدرج اللي هحطه فيه ببقى غسلاه ومنشفاه. والخضار بتاعي لازم يبقى متنشف عشان يفضل عندي اكتر وقت ممكن في التلاجة وما يبصش. تمام. دي الحاجات دي قواعد اساسيه كده بنعملها عشان نحافظ على الحاجات اللي معانا بقدر الامكان ما تبصش منك في وسط الاسبوع. هنا كنت جايبه كيلو الا ربع مكرونه قلم، وكنت جايبه البانيه كنت جايبه ب70 جنيه. يعني هو البانيه رخص الحمد لله، والفراخ الى حد ما اليومين دول رخيصه وحلوه. البانيه كان ب150 جنيه، والفراخ كان تقريبا الكيلو بتاعها كان ب59 او 58.
تمام. فيعتبر الى حد ما بالنسبه للاسعار اللي فاتت يعتبر حلو جدا. اول حاجه عملتها ان انا حطيت ميه على النار عشان تغلي، عشان اسلق فيها المكرونه. ميه السلق بنحط فيها ملح كتير ورشه من الكمون او الفلفل، اي تابل عندك بس يغير طعم المكرونه. جيت عندي على بال ما المكرونه تستوي، هقطع البانيه بتاعي لقطع زي الشاورما بالظبط، وهعمله زي الشاورما بالظبط عشان اخليه حشوه للمكرونه بتاعتي. تمام. بس كده يعني ايه، عشان دي الحاجات الاساسيات في المكرونه، الحشوه والبشاميل وسلق المكرونه، ما فيهاش اكتر من كده. وبعد كده بنحط الطبقات على بعضها خلاص. بس قلنا يعني ايه كتغيير يعني في الاكلات بتاعتنا، مره نعمل البانيه ومره نعمله طاجن. انا بحب الطواجن جدا جدا. بس انا ايه يعني قلت تغيير بقى عشان بقالي كتير ما عملتش مكرونه بشاميل. خلاص. قطعت عندي البانيه زي ما انتم شايفين كده، بس الطبق كان فيه ميه، فانا بحاول بقدر الامكان انشف البانيه خالص، ما يبقاش فيه ميه. خلصت المكرونه، بنضف كويس جدا مكان الفراخ واللحمه والسمك، بنضف مكانهم كويس جدا بالبخاخ اللي فيه خل وبريل عشان البكتيريا والحاجات دي ما تنموش. تمام. والحوض بتاعي برضو نفس الموضوع، بغسل الادوات بتاعتي اول باول عشان ما يتكركبش عليا مواعين كتير في المطبخ. هنا قطعت كام بصلايه كده. انا اليومين دول بستخدم بصل احمر عشان مش لاقيه بصل ابيض للاسف، وانا انتوا عارفين انا مش بحب البصل الاحمر في الطبيخ قوي، يعني انا بفضل الابيض بكتير. بحسه كده بيغمق الاكل وبيخليه له مش عارفه، مش بحبه في الطبيخ. انا بحب الاخضر عندي، الاحمر عندي للسلطه او للاكل كده مع الرنجه، مع الحاجات اللي عايزه، مع العدس والحاجات دي. لكن كطبيخ لا، انا بحب البصل الابيض اكتر، بيدي لون حلو وبيبقى طعمه مسكر وحلو. وطبعا الاكل ده اذواق، يعني كل واحد وكل شيخ وليه طريقه زي ما بيقولوا. يعني في ناس ما انا بعرفها ما بتطبخش غير بالبصل الاحمر، فكل واحد له طريقه، يعني كل واحد له تكنيكه كده في الطبخ، واللي بيبقى عارف ومتاكد ان الاكل هيطلع من تحت ايده كويس لو استعمل الحاجه دي، وبقى مقتنع بيها كمان، يعني فاهمين. بس فاحنا كلنا بنتعلم من بعض. يعني ممكن انا اعمل طريقه انت ما كنتش عارفاها قبل كده فجربتيها فعجبتك، ممكن حد في التعليقات يقول لي لا انا بعمل بالحاجه الفلانيه، لا، فدي كل واحد بيبقى له طريقه، ونجرب الطريقه دي تنفع معايا، ما نفعتش خلاص، يعني فاهمين. فاحنا كلنا بنتعلم مع بعض. يعني انا قلت لكم كذا مره ان انا القناه دي انا عاملاها الغرض منها الاول والاخير ان احنا بنتعلم من بعض، مش بعلم حد. انا بعمل لكم وبعرض لكم الروتين بتاعي او الاكلات بتاعتي او طريقتي في التنظيف مثلا، طريقتي في الترويق، طريقتي في ان انا في تنظيم الدولاب مثلا، تنظيم المطبخ من جوه، مشترياتي للمطبخ، الحاجات الاساسيات عندي في التوابل مثلا، الحاجات الاساسيه في المنظفات بتاعتي، طريقتي في الاقتصاد او اوفر ازاي في المنظفات في الاكل يعني هي دي فكره القنوات الروتينات عامه بشكل عام. يعني هي معموله عشان كده، مش استعراض على، يعني في ناس كتير جدا بتفهمها غلط اننا طالعين عشان نستعرض وعشان نعمل، لا بالعكس، احنا يعني من ابسط خلق الله وابسط ما يكون كمان، وحالنا يمكن الحمد لله رب العالمين نعمه طبعا من ربنا وفضل كبير وستر من عند ربنا. بس في ناس كتير لا شايفه ان هم لا، يعني احنا اقل منهم بكتير، او شايفين ان احنا اعلى منهم بكتير. فالدنيا كلها مستويات. فانا كان جات لي فتره كبيره جدا، يمكن دي تجربه شخصيه ليا، ان انا ما كنت خدت فتره اتابع قنوات الروتينات بقى والتنظيمات والشقق وتظبيط الشقق والحاجات دي. جات لي فتره اكتئاب. عارفين يعني ايه اكتئاب؟ ان انا خلاص انا بقيتش قادره اتحمل ان انا اتفرج على فيديوهات اكتر من كده، لان حسيت ان انا جالي سخط، او يعني عارفين انتوا ان انا يعني مش عاجبني حالي. انتوا عارفين المرحله دي لما توصل ان انت مش عاجبك حالك، مش عاجبك شقتك، مش عاجبك حمامك، مش عاجبك مطبخك، من كتر الحاجات اللي بتشوفيها بتولد عندنا حاله اكتئاب وعدم رضا. انتوا واخدين بالكم بتوصلوا لحد فين؟ فانا لا، انا عامله القناه بتاعتي انا الحمد لله، يعني حالي على قدي الحمد لله رب العالمين، وشقتي على قدي، وفرشي على قدي، ومطبخي على قدي، وكل حاجتي، الاكل برضو الحمد لله رب العالمين نعمه وفضل من عند ربنا، بس مش اللي هو اخر حاجه او اعلى حاجه، بس الحمد لله نعمه ورضا وستر من عند ربنا، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب. فتعلمت كتير جدا من قعدتي على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب وسماعي للقنوات دي. اتعلمت ان انا ارضى بحالي، وان انا الحمد لله احسن من غيري الف مره كمان. فان انت ما تسيبيش نفسك لليوتيوب وللفيديوهات اللي انت بتتفرجي عليها، ولا تقارني نفسك بغيرك، واعرفي ان انت عندك نعم احسن من غيرك 1000 مره. يعني احنا في نعمه غيرنا بيتمناها، انتوا متخيلين؟ ودايما نشكر ربنا على اللي عندنا وما نفكرش في اللي مش عندنا.
يعني احنا دايما بنقول ايه، ان احنا الرضا بما هو مكتوب، يعني الرضا باللي مكتوب اللي ربنا كاتبه لنا واللي ربنا مديه لنا، وان كل واحد واخد حقه في الدنيا دي 24 قرار، محدش ناقصه حاجه، بس كل واحد واخده في حته. يعني انتوا فاهمين؟ يعني في رزق مش كله فلوس ولا كله شقق ولا كله املاك والحاجات دي، لا، في رزق، في الرضا، نعمه الرضا لوحديها رزق. نعمه الاولاد، نعمه الصحه يعني اهم نعمه في الدنيا دي كلها، ومن غيرها ولا الدنيا تسوى اساسا. نعمه ان انت عندك قرايب حلوين، او اهلك كويسين، ناس بتحبك، ناس بتخاف عليكي، ناس عايزه مصلحتك، حتى لو بتنصحك بكلام قاسي بس عايزه مصلحتك، ناس تقف في جنبك وقت الازمه او وقت الزنقه، يعني ناس يعني حساهم بيحبوكي لله في لله من غير اي مقابل. كل دي نعم لازم نفضل نفتكرها ونشكر ربنا عليها عشان تفضل دايما، لان احنا دايما يعني ولئن حمدتم لازيدنكم، يعني ربنا بيقول كده. فاحنا يعني نعمه الحمد كمان، ان انت تبقي عارفه وان ربنا يذكرك دايما بان انت تحمديه وتشكريه على نعمه، دي نعمه كبيره من عند ربنا، ونفضل نشكر ربنا عليها برضو. فيعني احنا الحمد لله رب العالمين احسن من غيرنا، ودايما حط في دماغك كده ان انت احسن من غيرك 1000 مره، وان انت عندك حاجات مش عند غيرك، وان انت دايما ركزي في نفسك. احنا كل واحد لو ركز في نفسه وفي حياته وفي شغله وفي بيته وعياله، وان هو عايز يبقى احسن من اي حد وعياله يبقوا احسن من اي حد، فدي لوحديها تكفيكي. يعني احنا ان انت تشغلي نفسك بحالك، فدايما قولي الدعوه دي، اللهم اشغلني بنفسي عن الاخرين، يعني دايما، وان انت تكفي اذاكي عن اي حد، دي نعمه من عند ربنا برضو. كل الحاجات دي احنا دايما بنعيش عشان نبقى راضيين، وربنا يرضينا ويرضيكم يا رب العالمين. نيجي بقى نرجع لمرجوعنا. طبعا في حاجات كتير كده سقطتها عشان التليفون كان سقط مني شحن، كان هيفصل فحطيته على الشاحن، وعملت شويه حاجات زي خرطت الملوخيه، روقت المطبخ، وغسلت المواعين وفضيت الحوض بتاعي، وكان كله تمام زي ما انتم شايفين كده. كوم المواعين ده كله غسلته وسبت مطبخي رايق وتمام ومية مية. وعملت الجوافه برده عصير، وجيت للملوخيه. انتوا عارفين طريقتي فيها، بحب احط الشوربه تغلي وبحط معاها الثوم، بحمر التومه الاول، بعد كده بحط الشوربه عليها، وبعد كده بتبلها ملح وفلفل وكزبره وكمون، ولو في حبه ماجي تمام مفيش مشكله، وبسيبها تغلي بقى كويس، وقرن فلفل، واسيبها تغلي كويس. وبعد كده بخرط الملوخيه في الكيس زي ما انتوا شفتوا، طريقه حلوه جدا وهايله، بس اهم حاجه المخرطه بتاعتك ما تبقاش حاميه عشان ما تقطعش الكيس بتاعك. بعد كده بسقط الملوخيه بتاعتي كده. طلعت بقى المكرونه بالبشاميل، طلعتها من الفرن، كانت حلوه جدا، بس الطبقه الفوقانيه كانت سميكه شويه عندي، يعني افتريت شويه عشان المكرونه انا عامله كيلو الا ربع، كنت فاكره ان الصينيه هتبقى حلوه وكبيره، بس الصواني دي مش عاليه، فما بتاخدش كميه كويسه من المكرونه. تمام، اقطع المكرونه بتاعتي كده قطع ماشي. وبعد كده كانت الملوخيه بقى بتاعتي كانت خلاص استوت. انا بحب اسيب الملوخيه الخضراء عندي تستوي شويه، لان زوجي بيقول لي لو ما استوتش حلو كده، بيقول لي ده عامله زي ورق الشجر يعني، فاحنا كده كده بناكلها له بالعافيه، فهو انتوا عارفين ان هو بيحب الملوخيه الناشفه اكتر. بس كده كانت الملوخيه بتاعتي كانت خلاص تمام، بقت جاهزه. شايفين لونها اخضر وجميله وحلوه وزي الفل، ما تفرقش عن اللي هي بتحط لها الطشه في الاخر ابدا. تمام. بس كده ده كان الغدا بتاعنا، وقطعت معاه خيار وفلفل، وخلاص كده الحمد لله نعمه ورضا. البطاطا بتاعتي عارفين طريقتي في تسويتها طبعا، اللي بحطها في الصينيه بتاعتي، بحط معاها كوبايه من الميه، واسيبها بقى لحد ما تستوي وتنشف الميه بتاعتها خالص. بعد كده بحطها تحت الشوايه تاخد وش كده محروق كده حلو، عشان تبقى زي بتاعت بره. بس كده كان حطيتها حوالي ما خدتش 5 دقايق، وبقت باللون اللي انتوا شايفينه ده. بحطها في الطبق عندي، وحطيت بقى ايه ده، كان خلاص كده الموضوع ده كان في اخر السهره كده، وقضينا يومنا كان لطيف وظريف كده وحلو. وكنا نختم بقى بحاجه حلوه كده واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون او قاعدين بنذاكر، ايا كان اللي بتعملوه. فالحاجات دي حلوه ومفيده جدا وبتساعد على التركيز. وعملت معاها عصير الجوافه، اللي يشرب عصير يشرب، واللي ياكل جوافه ياكل. وكان يوم حلو ولطيف. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا باليوم بتاعي وبالاكلات بتاعتنا النهارده، واستفدتوا لو حاجه بسيطه. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو وعجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه، وتكونوا اول ناس بتشوفوه. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان الفيديوهات اللي جايه بتاعه المدارس ان شاء الله تعجبكم باذن الله. وفي روتينات جايه كتير بقى عشان التنظيفات اللي قبل المدارس، والحاجات الحوارات اللي احنا بنعملها والشقلبه اللي احنا بنعملها قبل دخول المدارس علينا. واستنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، ترتيباتي كده واستعدادي للمدارس ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.